رش الملح فوق البوتاجاز، عايزة أقول لِك هتحل أكبر مشكلة بتواجهِك بحيلة لأول مرة تعرفيها. هتجيبي شوية ملح كده وترشيهم على البوتاجاز، بجد هتشوفي النتيجة. الفيديو مليان أفكار كتيرة حلوة، وإن شاء الله تخرجي مستفادة حتى لو بفكرة واحدة. وتعالوا يالّا نشوف الأفكار اللي في الفيديو. لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تدعميني باللايك، وما تنسيش لايك يا ست الكل، ما تبخليش عليَّ باللايك واشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفيني. وتعالوا نشوف الأفكار اللي في الفيديو. أول فكرة معايا طبعًا الحلل السيليستين بتلزق الرز وبتخلّيش الرز يطلع معايا وبيعمل قعرية كده من تحت أو بينشف منّي. فأنا هاجيب معلقتين كده من الملح الناعم، معلقتين بس كده حاجة بسيطة من الملح ونُص ليمونة، وهابتدي بقى يعني أنزّل عصارة الليمونة كده في الملح، وابتدي أدعك في الحلة كده زي ما أنتم شايفين. عايزة أقول لكم إن الفكرة دي فكرة رهيبة جدًا، وهتحل معاكم بجد إن هي ما تخلّيش الرز يتحرق منكم. وحاجة بسيطة كده من الليمون نتيجتها حلوة أوي على الملح، وتدعكيهم في بعض كده زي ما أنتِ شايفة. عايزة أقول لِك إن هي مفعولها بجد سحر أوي، مع إنها حاجة بسيطة. بس بقى نشطفها كده تحت الحنفية، شطفتها. عايزة أقول لِك بقى إن الحلل السيليستين دي تهدّي عليها النار خالص في التسوية، النار تكون متوسطة. تعالوا نشوف الفكرة اللي بعدها. معايا بقى البواكي دي طبعًا بتبقى مرمية في باب التلاجة وبتتبهدل مني، فأنا هاعمل بقى إيه فكرة حلوة كده. معايا طبقين من الفِل الصغيرين كده، أي أطباق فِل عندِك وتقومي قصّاها بالطريقة اللي أنا باعمل بيها دي، من ناحية واحدة بس والطبق التاني يبقى سليم. وأي لزق عندِك بقى يا ست الكل كده، إن كان شمع أو صمغ أو لزق من العادي اللي أنتم شايفينه ده، وابتدي ألزق الجزء اللي أنا هالزقه ده والمّهم على بعض كده، أقفلهم على بعض واعملهم زي جراب كده، أحط فيه كل الرفايع اللي أنتم شايفينها دي. بجد فكرة جميلة جدًا وسهلة، وبجد تستفادوا منها كتير. حطوها في باب التلاجة بعد ما تقفلوا الجراب كده، يبقى زي ما يكون جراب تحطي فيه براحتك إن كان حاجات الرفايع البسيطة دي تحطيها. وباب التلاجة بقى هتنفعك جدًا ولا تُقع منِّك ولا هتتبهدل. عايزة أقول لكم إن هي فكرة جميلة جدًا وسهلة، وممكن تنفذوها عندكم بأي حاجة. ولو عندكم علبة جيلي أو كاستر، العلب الكرتون دي ممكن تعملوها بنفس الطريقة كده، مش ضروري يكون طبقين فِل. ممكن الأطباق اللي بيبقى فيها ممكن العلب اللي بيبقى فيها الجيلي دي تقطعي الطبق اللي من فوق وتخلّيها نفس الشكل كده. تعالوا نشوف الفكرة اللي بعدها. الفيديو مليان أفكار كتيرة حلوة، وتابعوا الفيديو للنهاية عشان معايا طبق فاضي. الطبق طبعًا باضيف له بريل أو أيًا كان نوع الصابون، وبنضيف له مَيّة، يعني بنزوّد البريل بالمَيّة. طبيعي إن إحنا في كل بيت بنزوّد البريل بمَيّة، فأنا المرّة دي مش هازوّده بالمَيّة. أنا هازوّد كمية البريل، أو عايزة أزوّد كمية البريل هاحط شريحتين من البرتقان. وعايزة أقول لكم إن البرتقان بيتحسن من جودة الصابون السايل، وبتدّي ريحة فظيعة ونضافة ولمعان في المواعين. وشوية كده من الخل، يعني أنا مش هازوّد مَيّة خالص عشان أنا عايزة جودة الصابون اللي معايا السايل تبقى حلوة جدًا، وتكتر معايا الكمية وتضاعفها وتدي رغوة رهيبة ونظافة للمواعين. الحركة دي بجد أو الطريقة دي جميلة جدًا، هتستفادوا منها كتير وهتشوفوا النتيجة. هتدي رغوة رهيبة جدًا زودي الكمية. تعالوا نشوف بقى الفكرة اللي معانا. أنا طبعًا معايا لفة من اللزق أو اللزق اللي أنتم شايفينه ده. باجي أطلّعها بتبقى صعب عليَّ أوي إن أنا أطلّعها، فأنا عايزة أعمل فكرة حلوة أوي إن أنا لمّا آجي أطلّعها تاني مرّة ما تلزقش مني، وأتعب أوي في تطليع اللزق مني. أقوم جايبة اللزق كده وتانياه بالطريقة دي وعايناه بالطريقة دي. تيجي بقى أطلّع اللزق كده يبقى سهل جدًا تطليع اللزق كده في دخلتها وفي طلعتها كده زي ما أنتم شايفين. ما اتعبش واحتار وآجي أفكّر أطلّعها إزاي. تعالوا نشوف الفكرة الأساسية اللي معانا بقى. أنا معايا نُص ليمونة، أيًا كان نُص ليمونة بايظ أو كده، المهم إن أنا عايزة عصارة الليمون. هابتدي بقى أعصر الليمون على الملح. عايزة أقول لكم إن الطريقة دي طريقة رهيبة جدًا، هتزيل معاكم أي دهون موجودة في البوتاجاز. لو أنتم ما عندكوش مسحوق إزالة الدهون، ده مسحوق رهيب إحنا هنعمله دلوقتي. لسه هنضيف كمان حاجة تانية مع الليمون، خل مع الليمون. عايزة أقول لِك بقى إن إحنا هنليّن الملح كده مع الخل، لإن الملح مع الخل بياكل الدهون بجد، يعني بيشيل الطبقة خالص اللي فيها دهون، ولو كمان في صدى. ومش هاغسل بالبريل المرّة دي أو بصابون سايل، أنا هاجيب سلكة كده وعليها حتة معجون سنان وهابتدي أغسل بيها. دلوقتي أنا هابتدي أدعك الليمون والملح والخل، ملح مع الخل، وابتدي بقى بنُص ليمونة كده هابتدي آخد حتة كده في البوتاجاز، وابتدي أغسل أي دهون معايا كده وأي حاجة كده في البوتاجاز أو أي اتساخات وأي صدى كمان بيشيله. يعني ابتدي كده بامسك نُص ليمونة كده وابتدي أفرُك في الملح بالخل كده في البوتاجاز. شايفين حتة كده كانت معايا فيها صدى أو فيها اتساخات كتيرة، بتبتدي تشيلها بجد بطريقة رهيبة. دي يعني أقول لكم الفكرة دي عشان خاطر لو أنتم ما عندكوش أي حاجة مُزيل للدهون، الفكرة دي جميلة. رُش الملح على البوتاجاز وتحط عليها الليمون، عصارة الليمون، وتنزلوا عليها بالخل وتشربوها كده. وابتديت أجيب حتة معجون كده وأقوم أغسل البوتاجاز بيها. مش هاستخدم أي بريل
عايزة اقول لك بجد ان هي بتحل معاكي اكبر مشكلة لو انت ما عندكيش اي مزيل للدهون، بجد بتشيل كل ازالة الدهون والصدى وبتنضف البوتاجاز وترجعه السيليستين بيلمع من تاني. هتشوفي النتيجة دلوقتي، مسافة من ان انا امسح بس بالفوطة اللي معايا او منديل، هتشوفي لمعان البوتاجاز ولمعان السيليستين عامل ازاي. طريقة سهلة جدا ونظافة رهيبة وهترتاحي منها بجد. لو انت ما عندكيش حاجة تعملي بيها، دي اكتر حاجة لمزيل الدهون واكتر حاجة تنضفي بيها البوتاجاز. يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تكتبي لي تعليق حلو منك كده. وبجد يعني شوف البوتاجاز رجع تاني نضيف سيلستين بيلمع من تاني. وحتى الصدى لو في صدى بسيط بيشيل الصدى خالص معايا. بجد يعني رهيب وخلطة جبارة جدا سحرية جدا جدا جدا، وهتحل معاك اكبر مشكلة انت هتشوفيها في البوتاجاز. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.